الجمع الكريم، حياكم الله بالسلام، وطبتم وطاب ممشاكم من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة وهذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل، من رحاب مسجد ابو بكر الصديق بقرية سنتريس بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية. ونحن ننقل لحضراتكم هذه الطفرة التاريخية التي تسجل بماء من ذهب وحروف من نور. ودائما لكل وقت اذان، ولكل حدث حديث، ولكل بلد رمز وعلامة. فنحن الآن من بين أهالي قرية سنتريس، ليكون اللقاء المرتقب مسجلا له التاريخ في ضيافة الكوكبة النورانية من علماء القراءات وعلماء الأزهر والأوقاف، وعلى رأسهم عريس اللقاء، الشخصية التي قلما يجود الزمان بمثلها، الذي شرف مصر عالميا ودوليا في علم القراءات والروايات للقرآن الكريم، فضيلة الأستاذ الشيخ القارئ المقرئ المجيز الشيخ محمد المهيدي خليفة، وشهرته الشيخ محمد المهيدي. أسأل ربي أن يرفع قدره وقيمته بما نراه من قيمة وقامة بين المجتمع والعلم والعلماء، فهو شيخ الشيوخ ومجيز المجيزين، والمتربع على عرش القراءة والإقراء في العالم الإسلامي من داخل مصر وخارجها. وقد سطر التاريخ له الرحلة القرآنية في العلم والتعلم، فقد جمع علوم الشريعة ما هو في الفقه والتفسير وأصولهما، واللغة العربية الأزهرية ومقاصدها، والشريعة الإسلامية. وهذا الشيخ الذي تتلمذ على يد الكبار، فكان بطريقة الانكسار والتواضع طمعا في طلب العلم، وهذا كان سببا في إتقان الشيخ محمد المهيدي. ودائما وأبدا نراه يتهفت على فضيلته طلاب العلم ممن طلبوا علم القراءات وعلم الروايات، ليكون لهم التاريخ المشرف على عرش القرآن الكريم. وهذا الشيخ الذي قال فيه العلماء الكبار، منهم من قال أنه كالغيث أينما وقع نفع، ومنهم من قال كمثل الشيخ الدكتور علي النحاس رحمه الله، الذي قال أن الشيخ المهيدي من أفضل الناس في القراءة والإقراء في عصره. وقال في حقه فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم أنه حاز العلم والإتقان. وقال فيه فضيلة الشيخ حسنين جبريل رحمه الله أني رأيته متقنا ويؤمن على كتاب الله عز وجل. وقد قرأ على فضيلة الشيخ محمد المهيدي ثلة، أي كوكبة عمالقة كبار من علم القراءات من شتى أنحاء العالم الإسلامي، فقد قرأ على فضيلته وأخذ الإجازة فضيلة الدكتور عمر خوخة من دولة الجزائر، وعضو الإقراء بولايته
ومشاركين ايضا فضيلة الشيخ المقرئ احمد مصطفى محمد الهادي من دولة السنغال، وقرأ على فضيلته ايضا فضيلة الدكتور محمد معوض المقرئ بالقراءات العشرة الكبرى والصغرى. وقد قرأ على فضيلته ايضا الدكتور عبد الجواد السيوطي ماجستير في القرآن الكريم وعلومه ومؤسس قسم القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية. وقد قرأ على فضيلته ايضا الشيخ المقرئ عبد العزيز السلمي بدولة المملكة العربية السعودية، الحاصل على بكالوريوس القراءات من جامعة ام القرى، وصاحب الجهود العظيمة المبذولة في نشر علم القراءات. وقد قرأ على فضيلة الشيخ محمد المهيدي خليفة الشيخ المقرئ الكبير متولي احمد محمد عبد الرحمن موجه القراءات وموجه القرآن والقراءات بعلوم الازهر الشريف. وقد قرأ على فضيلته ايضا الشيخ الدكتور جعفر احمد اسماعيل، الحاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن واستاذ القراءات في الازهر الشريف وله مؤلفات كثيرة. وقد قرأ على فضيلة الشيخ محمد المهيدي فضيلة الشيخ احمد محمد مأمون تلميذ العلامة الشيخ محمد عبد الحميد السكندري، صاحب اعلى اسناد في علم القراءات العشرة الكبرى على مستوى العالم في عصره. وقد قرأ على فضيلته ايضا فضيلة الشيخ عمرو عطية شطع تلميذ العلامة الكبير احمد عبد العزيز الزيات، صاحب اعلى سند في القراءات العشرة الكبرى على مستوى العالم في عصره. وقد قرأ على فضيلته الشيخ المقرئ محمود عباس صاحب المنظومات الرائعة والشروحات في علم القراءات. وقد قرأ على فضيلته ايضا المقرئ ممدوح احمد عبد الله قبيسي مدرس القرآن والقراءات بالازهر الشريف، واجيز على يديه كثير من طلاب العلم في جميع انحاء العالم. وقد قرأ على فضيلته ايضا فضيلة الشيخ عوض محمد اسماعيل مقرئ القرآن والقراءات العشرة الصغرى والكبرى وصاحب اكاديمية الذكر الحكيم. وقد قرأ على فضيلته الشيخ محمد الحسيني امام وخطيب وزارة الاوقاف ومقرئ القرآن بالقراءات العشرة الصغرى والكبرى. وقد قرأ على فضيلته الدكتور بكر سليمان الزملي المقيم باندونيسيا وحاصل على الدكتوراه في الحديث وعلومه وصاحب الجهود العظيمة المبذولة في نشر الحديث. وقد قرأ على فضيلته الدكتور فهد احمد علي البحري من دولة اليمن والحاصل على ماجستير في الفقه واصوله. وقد قرأ على فضيلته ايضا معالي الدكتور محمد بابا الهادي محمد معلم القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة بالمسجد النبوي وحاصل على الدكتوراه في العلوم التربوية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وقد قرأ على فضيلته ايضا فضيلة الشيخ سيد سعد عطا عبد اللطيف معلم القرآن بالمسجد النبوي الشريف. وقد قرأ على فضيلته الدكتور عبد الله حسن عبد الله راشد المدير العام للمقرأة بالجامعة الإسلامية بأمريكا ومحاضر بالجامعة، باحث دكتوراه في اللغة العربية وآدابها وإمام وخطيب وزارة الأوقاف المصرية. وقد قرأ على فضيلته أيضا الدكتور خالد فتحي محمود
أبو عيشة المقيم بالمملكة العربية السعودية، والحاصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية وماجستير في الفقه الإسلامي. وقد قرأ على فضيلته الدكتور محمد قاسم الأزهري الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، ورئيس مؤسسة بيان للدراسات القرآنية، ومقرئ القرآن الكريم للقراءات العشرة الصغرى والكبرى. وقد قرأ على فضيلته أيضا الشيخ الدكتور محمد عبد التواب محمد حسن بمحافظة القاهرة، وفضيلة الشيخ محمد السيد أبو مندور إمام وخطيب بالأوقاف المصرية، وفضيلة الشيخ إبراهيم أبو زايد إمام وخطيب بأوقاف مصر. وقد قرأ على فضيلته أيضا معالي الدكتور أبو عاصم رافل بن كامل القديسي من دولة العراق، فضيلة الشيخ محمد عبد الله إسماعيل بالأوقاف المصرية، فضيلة الدكتور طه محمد إبراهيم السعدلي أستاذ علوم القراءات، فضيلة الدكتور محمود عوض دكتوراه في اللغة العربية، الدكتور بلال المباركي بدولة الجزائر، الدكتور أحمد حسين الدكتوراه في اللغة العربية بجامعة الأزهر بالديدمون، فضيلة الشيخ أسامة عوض عبد الغفار إمام وخطيب بأوقاف المصرية، القارئ تامر إسلام إبراهيم عبده إمام مسجد الرجحي بالمملكة العربية السعودية وقارئ بقناة المجد الفضائية، القارئ عبد الله بن عامر زواوي دولة الجزائر والقارئ بالقنوات الفضائية، القارئ شمال الكردي دولة العراق، القارئ عبد الحميد العوسجي بدولة اليمن الحاصل على المركز الأول على جائزة موسكو على مستوى العالم، القارئ عبد المجيد السماوي دولة اليمن، الشيخ محمد أيمن زهرة دولة تونس، القارئ محمد سراج الدين بدولة أفغانستان، القارئ حسن خليفة بدولة بريطانيا، القارئ أحمد رزق صاحب التلاوات العطرة بالقراءات العشر، القارئ محمد مختار عبد العزيز القارئ بمصر، والقارئ لطفي علي الشناوي، والقارئ الصاوي محمد الصاوي، القارئ محمد إبراهيم السواح، القارئ محمد عبد الرحمن خضر، القارئ فتحي عادل فتحي عبد الرحمن إمام مسجد الشافعي بالزقازيق. وهذا إن دل فإنما يدل على القيمة والقامة لفضيلة الشيخ محمد المهيدي. وقد قرأ على فضيلته أيضا الشيخ القارئ رضا العرابي مقرئ القراءات العشر الصغرى والكبرى، القارئ الشيخ محمد عادل الهندي بمحافظة القاهرة، فضيلة الشيخ ياسر المهيدي الحاصل على عالية القراءات بالأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أحمد عطية الشحات معلم القراءات والقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ المقرئ أحمد نشوان بمركز دسوق لمحافظة كفر الشيخ، فضيلة الشيخ عاطف سليمان محمد بدولة الأردن، الشيخ المقرئ شعبان فايز، والشيخ المقرئ أحمد شريف خميس، والشيخ محمد خضري السيد خضري، وغيرهم من السادة الذين تشنفوا وبحثوا عن طلبة العلم. بهذه النبذة المختصرة نود أن نقول أن قرية سنتريس لها العزة ولها الشرف ولها الفخر أن يكون من أبنائها هذا العلم الذي يجمع بين هذه العلوم من الشريعة الإسلامية واللغة العربية والفقه الإسلامي، بل الحاصل على أعلى إسناد في العالم الإسلامي في علوم القراءات وعلم الروايات، إنه فضيلة الشيخ
محمد المهيدي خليفة ابن قرية سنتريس بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية. وحقيقة شخصيتي انال الشرف ان اجلس هذه الجلسة بجوار هذا العلم الذي يشرفنا ويشرف الجميع. وما من بلدة نخطو فيها ونذكر السادة العلماء الا ولا بد ان نذكر باسم فضيلة الشيخ محمد المهيدي، فننال بذكر اسمه الشرف والعزة، ولا يزكى في هذه الدنيا الا العلم والعلماء. اسأل ربي ان يحفظه وان يرعاه وان يكثر من امثاله. وكما استمعنا ان العلم ليس مقتصر على اهل مصر فقط، بل اتوا اليه من كل انحاء العالم، دولة الجزائر ودولة افغانستان والاردن وغيرهم من العالم الاسلامي اتوا الى قرية سنتريس، فسطر التاريخ لهم هذه الخطوات ليأخذوا الإجازة في علم الروايات على يد فضيلة العالم والعلم الشيخ محمد المهيدي خليفة الذي شرف مصر عالميا ودوليا. أسأل ربي أن يرفع قيمته وأن يوسع مدده وأن يبارك في أهل القرآن ويكثر من أمثالهم. نقول جميعا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بالسادة العلماء الأفاضل الذين حضروا في هذا اللقاء مستهلين اللقاء الأول